مراحل تطور ضريح الإمام الحسين عليه السلام. المرحلة الأولى: في يوم 13 من محرم الحرام عام 61 للهجرة، أي بعد 3 أيام من ملحمة الطف الخالدة، دفنت الأجساد الطاهرة للإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وفقاً للترتيبات والمواضع التي حددها ابنه الإمام السجاد علي بن الحسين عليهما السلام لعشيرة بني أسد التي كانت تسكن في أطراف كربلاء، وبمعاونته عليه السلام. وقد بني على القبور شواهد. المرحلة الثانية: في سنة 65 أو 66 للهجرة، أوعز حاكم العراق آنذاك المختار الثقفي رضوان الله تعالى عليه ببناء مسجد وسرادق حول القبر، وكان البناء من الآجر والطين، وهو أول بناء. وبنيت قرية حول المرقدين أصبحت نواة مدينة كربلاء. المرحلة الثالثة: سنة 171 للهجرة، أمر حاكم الدولة العباسية هارون العباسي بهدم مدينة كربلاء كلها، بضمنها البناء القائم على ضريح الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهما السلام، وحرث أرض القبر الشريف للإمام عليه السلام، وقطع شجرة السدرة الدالة عليه. المرحلة الرابعة: في عام 198 للهجرة، تولى المأمون حاكم الدولة العباسية وأخذ بإعمار مرقد الإمام الحسين عليه السلام من أجل التقرب إلى أتباع أهل البيت عليهم السلام، لامتصاص النقمة المتزايدة عليه بسبب قتله أخيه الأمين الحاكم السابق واستيلائه على السلطة. المرحلة الخامسة: سنة 232 للهجرة، تولى المتوكل حاكم الدولة العباسية، وكان شديد البغض للإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، ولذلك عمد إلى هدم قبر الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام 4 مرات خلال فترة حكمه، كان آخرها عام 247 للهجرة. المرحلة السادسة: في سنة 248 للهجرة، أعيد بناء مرقد الإمام الحسين عليه السلام وتوسيعه، مع وضع علامة عالية على القبر لإرشاد الزوار، وذلك من قبل المنتصر الحاكم العباسي. المرحلة السابعة: قبل عام 271 للهجرة، تولى الحسن العلوي ملك طبرستان والديلم، وأمر بتشييد الحرم الحسيني، واتخذ حوله مسجداً، فتوفي قبل إكماله، وتولى بعده أخوه الملقب بالداعي الصغير محمد العلوي البناء الذي أكمله عام 280 للهجرة، فوضع قبة شامخة على المرقد وبابين، وبنى للمرقد إيوانين، كما بنى سوراً حول الحرم ومنازل للزائرين والمجاورين. المرحلة الثامنة: في عام 368 للهجرة، قام أمير إمارة البطائح في جنوب العراق عمران بن شاهين بتجديد البناء
على حرم الإمام الحسين عليه السلام. المرحلة التاسعة بين عامي 369 و 372 للهجرة بدأت عملية إعمار وبناء العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية بأمر من رئيس وزراء الدولة العباسية في بغداد الملقب بعضد الدولة ابن ركن الدولة البويهي. المرحلة العاشرة من سنة 740 إلى سنة 790 للهجرة جرى التعمير والتطوير وإنجاز البناء الموجود حالياً للحرمين المطهرين للإمام الحسين وأبي الفضل العباس عليهما السلام بأمر من سلاطين الدولة الجلائرية المغولية المسلمة، ابتداء من مؤسس الدولة الشيخ حسن حسين ابن أغبغة، ثم السلطان أويس، وثالثهم السلطان حسين بن الشيخ حسن الكبير، ورابعهم السلطان أحمد بهادر خان ابن أويس.